مرحبا فيكم جميعا وإن شاء الله تكونوا بخير. أنا ليلى وهي قناتي المختصة بالوصفات الخالية من الجلوتين. أول شي بيجي على بالنا لما نبلش بالحمية الخالية من الجلوتين هو الخبز العربي. فمنبلش مندور على طرق لحتى نعمل الخبز العربي الخالي من الجلوتين بطريقة كتير تكون ناجحة، منفوخ نافش طري، وكتير يكون قريب من القمح. فمنبلش بنعمل ومنجرب، ممكن كتير ناس يفشل معهم، خصوصا الناس اللي بيكونوا ببداية الحمية، لأنه الخبز العربي الخالي من الجلوتين من الوصفات الحساسة والدقيقة. فبدل ما تجربوا كتير وتأخطئوا ويطلع معكم نتائج مو كتير مرضية وتخسروا وقت وجهد وكمان تكلفة مادية، فأنا إن شاء الله اليوم جيتكم بواحد من أول فيديوهات على قناتي لأهم النصائح لنجاح الخبز العربي الخالي من الجلوتين من أول مرة إن شاء الله. الفيديو طويل ولكن كل كلمة فيه مهمة جدا، حاولوا تحضروا للنهاية وما تفوتوا عليكم ولا كلمة فيه، طبعا للناس اللي حابة تستفيد. فجهزوا فنجانكم القهوة وقعدوا هيك على رواق واحضروا بتأني وبتمعن من أول كلمة لآخر كلمة، لحتى إن شاء الله تكونوا ملمين بجميع النصائح يلي رح تخليكم تاخدوا خبز عربي خالي من الجلوتين وحتى خالي من الحليب كمان وبدون محسنات، بهاي النتيجة الرائعة يلي هلأ موجودة قدامكم. وهلا ان شاء الله خليكم جاهزين لحتى اعطيكم نتاج وخلاصة خبرتي الطويلة بعمل الخبز العربي الخالي من الجلوتين يلي كانت مليانة بالتجارب الناجحة والفاشلة بنفس الوقت. ان شاء الله رح اعطيكم اياها كلياتها. جهزوا حالكم وخلينا نبلش. النصيحة الاولى هو درجة حرارة الماء. لازم درجة حرارة المي تكون دافية، لا تكون باردة ولا تكون أكتر من الدافية أو سخنة شوي، لأني أنا من فترة عملت خبز عربي وأنا دائما بعمل وبينجح معي بشكل كتير رهيب، ما نفش معي، وكان السبب إنه الخميرة ما اشتغلت لأنه المي كانت شوي صغيرة أكتر من الدافية، كانت سخنة. فحاولوا تنتبهوا لدرجة حرارة المي أو الحليب يلي راح تستخدموه بالوصفة، لازم تكون دافية فقط لحتى تبلش تشتغل الخميرة. بالنسبة للنصيحة الثانية هو إضافة الطحين بالتدريج. إضافة الطحين الخالي من الجلوتين بالتدريج كتير مهمة. ما تصدقوا أي حدا بيقولكن إنه هاي الوصفة بدها بس كوبين طحين مثلا أو 3 أكواب. لا، كل طحين خالي من الجلوتين بيختلف عن التاني. في أنواع طحين بتكون سميكة ما بتشرب مي كتير، في أنواع بتكون خفيفة بتشرب مي قليلة. فبكل الوصفات الخالية من الجلوتين وأهمهم الخبز العربي الخالي من الجلوتين، الطحين لازم ينضاف شوي شوي وبالتدريج لحتى نوصل للقوام يلي نحن بيلزمنا. بتضيفوا شوي شوي وبتعجنوا، بتضيفوا وبتعجنوا لحتى تحسوا انكم انتوا وصلتوا للقوام الصحيح. للقوام الصحيح يلي هو بيكون لين كتير وطري كتير وبيلزق كتير بالايد. لانه اذا ضفتوا مقدار كبير من الطحين فجأة رح يقسى معكم الخبز، وبس قسيت معكم العجينة رح تحصلوا على خبز قاسي وما له طري ابدا. فانتوا بتضيفوا شوي شوي وبتعجنوا. اذا فجأة كتر معكم الطحين ممكن تضيفوا شوي من السائل الدافي اللي انتوا استخدمتوه بالوصفة، بس المهم انه بالتدريج. النقطة الثالثة والمهمة كتير هو العجن. العجن 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 هو من أهم النصائح، وأكتر تقريبا نصيحة هي رح تخليني أحصل على خبز يكون طري. كل ما عجنت أكتر وحصلت على عجينة ناعمة وملساء رح أحصل على خبز أفضل. والعجن الكتير والعجينة الناعمة هي رح تكون سر من أهم الأسرار للنفخة. في ناس كتير بتقلي إنه أنا الخبز ما انتفخ معي، طلع طري ماشي وطلع كتير طيب بس ما انتفخ معي، ما عجنتوه بشكل جيد. عجنه بشكل كتير ممتاز لحتى ينفش معكم بالنهاية. يعني إذا كان عندكم عجانة الموضوع سهل، بس إذا ما كان عندكم عجانة ممكن أنا بالنسبة إلي أضل ربع ساعة بعجن وممكن أكتر. هلأ النصيحة الرابعة، أثناء العجن يفضل ويستحسن إني أنا ألبس كفوف أو جلافز نايلون لحتى يسهل علي الشغل. كتير صعب وشبه مستحيل إنكم تعجنوه بدون ما تلبسوا شي بإيدكم. إذا ما كان عندكم جلافز ممكن تلبسوا كيس نايلون تبع تفريز نظيف وتعجنوا، المهم تلبسوا شي بإيدكم لأنه العجينة كتير بتلزق. والنصيحة الخامسة هو القوام الصحيح للعجينة. القوام الصحيح هلا رح افرجيكم اياه بالفيديو، انتوا بتضلوا عم تعجنوا بتضلوا عم تعجنوا ممكن 10 ربع ساعة ممكن اكتر لحتى تحصلوا على قوام املس وناعم. شوفوا قديش ناعمة، ناعمة جدا وطرية وبتلزق بالايد. تخيلوا لو ما لكم لابسين جلافز قديش رح تتعذبوا وحتى يعني ما رح تقدروا تعملوه. شوفوا القوام جدا املس وجدا ناعم، يعني كل ما كانت ناعمة وطرية وبتلزق بالإيد رح تاخدوا خبز طري أكتر ومنفوخ. النصيحة السادسة هي عجن الكرات بشكل كتير جيد. هلأ هون بعد ما عجنت العجينة كلياتها بشكل كامل وخمرتها وخلص، وهلأ رح أبلش بقى أقطع لكرات وأبلش أعمل أرغفة. لازم كل كرة أعجنها بشكل كتير 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 جيد. شوفوا القوام، شوفوا قديش ناعمة.
هلا النقطة السابعة، ولحتى أسهل علي عجن كل كرة بستخدم النايلون. أي كيس نايلون نظيف عندي للتفريز مثلا بفتحه وببلش بعجنه بهي الطريقة بدون ما أنا ألمس العجينة نهائيا، وبدون ما أحط طحين أبدا. بتقدروا أنتوا تعجنوا بواسطة الطحين، بس أنتوا كل ما قللتوا كمية الطحين أثناء العجن رح تحصل على خبز طري أكتر. كترة الطحين ممكن تخلي الخبز يصير معكم قاسي ومو طري. فشوفوا هالطريقة قديش رائعة. بتفتحوا كيس النايلون بتبلشوا هيك بكل قوتكم بتعجنوا كل كرة قبل ما تشكلوها. بهاي الحركة هيك إن شاء الله رح تضمنوا إنه الخبز العربي ينتفخ معكم بشكل كتير ممتاز. شوفوا كل وحدة هيك دقيقتين ثلاثة، كل كرة بحاول هيك يعني أعجنها بالكيس دقيقتين ثلاثة. هلا النقطة الثالثة، إذا أنا جيت بلشت خلصت كل شيء وعجنت وخلصت العجن وبدي أبلش أعمل أرغفة، بحطهم هيك بين نايلونتين كتير مهم، وببلش بشكل الرغيف. جيت عم بشكل الرغيف، ولما قطعته وجيت لحتى اشيل الرغيف واحطه مع الارغفه لقيته انه هو لزق بالسطح يلي كنت عم بشتغل عليه، او لزق بالنايلون، او انا عم بشيله انشق معي. يعني كان كتير كتير طري. هون بعرف انه انا عندي يعني الطحين قليل بالوصفه، فلازم ارجع اضيف شويه طحين. شوفوا هلا رح افرجيكم. شايفين هلا لما رح اشيل الرغيف، طبعا انا حاطه نايلون فوقه وتحته اثناء الفرد، كتير مهم. شوفوا لما عم بشيله كان ملزق وصار ينشق معي هيك. هون انا بعرف انه لا، العجينه ناقصه شويه طحين. فبكل سهوله بضيف طحين بالتدريج. ممكن اضيف معلقه معلقه، بضيف اول معلقه وبعجن كتير. بشوف خلص صار عندي تمام، ببلش بشكل رغيف، لقيته تمام تمام، ما لقيته تمام برجع بضيف معلقه تانية. يعني اضافه الطحين بالتدريج. وحابة أنبهكم لنقطة كتير مهمة للناس المشتركين بقناتي وللناس يلي حابين يشتركوا بقناتي. ما تنسوا انه تفعلوا زر الجرس وتفعلوه على الكل لحتى توصلكم فيديوهاتي، لانه في كتير ناس بتقلي انه فيديوهاتي ما بتوصل. لا، انتوا انتبهوا، بتكونوا مالكم مفعلين زر الجرس على الكل. وهلأ هيك بعد ما ضفت تقريبا معلقة طحين او معلقتين حسب الحاجة. شوفوا النصيحة المهمة كتير هو تشكيل الخبز بين نايلونتين. هون كمان مثل ما قلت لكم قبل شوي رح يقلل كميه الطحين المستخدمه. هلا انتم اذا ما كنتوا حابين تحطوا نايلون فوق او تحته رح تضطروا ترشوا رشه طحين مبحبحه شوي. فهلا هيك رح تصيروا ترشوا رشه كتير بسيطه فوق النايلون وبتغطوه وبتفردوه بين نايلونتين بكل سهوله. ولازم كتير مهم انه نقطعه بشي حاد، ممكن بصحن او غطا، ولازم تكون سماكته مقبوله، ما يكون سميك ولا كتير نحيف، ولازم ما يكون فيه اي تشققات ولا ثقوب لحتى اضمن انه ينتفخ. لازم اغطي الخبز بكل المراحل، وهي نصيحة كتير مهمة. لازم اغطيه بكل المراحل لحتى ما ينشف معي ولحتى يتخمر بشكل جيد. النصيحة القادمة اني انا ما ببلش بخبز الخبز لحتى اشوف الفقاعات طلعت عليه، هيك بيكون تخمر تماما. طبعا لازم تكون الخميرة شغالة وجيدة، يكون انه ما صار لها زمان مفتوحة وتكون تازة. بس ما ببلش بخبز لحتى اشوف هاي الفقاعات. النصيحة رقم 13 انه انا احط نايلون تحت الخبز، ما تحطوا ورق زبدة. شوفوا انا هون حطيت ورق زبدة فلزق معي. لا، حطوا نايلون، رشة طحين بسيطة، وبعدها حطوا أرغفة الخبز وغطوهم كمان بنايلون، وإذا كان برد غطوهم بحرام أو أي شيء لحتى يتخمر تماما. لازم تتأكدوا إنه أرغفة الخبز بمكان دافي. مثل ما قلت لكم إذا الجو بارد حطوا فوق النايلون حرام، خليه يتخمر بشكل كتير جيد. وحتى لما أنا عم بخمر العجينة بالمراحل الأولى كمان لازم أغطيها، وإذا كان برد أحطها بمكان دافي. ممكن أغطيها بحرام، مهم بمكان دافي لحتى تشتغل الخميرة ويتخمر الخبز. هلا النصيحة هي للخبز، طريقة الخبز الصحيحة هي رح تعطيني الانتفاخ. بحط رغيف في مقلاية حامية غير لاصقة، وبستنى عدة ثواني بس لتبلش تطلع الفقاعات بقلبه مباشرة. وكل 6-7 ثواني بقلبه على وش، ما تخلوه ياخد لون. بس أخد لون ما بينتفخ معكم. حاولوا كل كم ثانية، كل 5 ثواني 7 ثواني تقلبوه. بتضلوا هيك بتقلبوه لحتى يبلش ينتفخ معكم بهذا الشكل. شوفوا هيك ببلش ينتفخ لوحده، وبتضلوا انتوا كمان بتقلبوه. المهم كتير كتير انه ما تتركوه على وش واحد فترة طويلة انه ياخد لون. بس اخد لون خلاص تنسوا انه هو ينتفخ معكم. ودرجة حرارة النار كتير مهمة، لازم تكون متوسطة قريبة للعالية. إذا كانت عالية كتير كتير رح يحترق معكم، وإذا كانت واطية كمان رح يصير قاسي الخبز. فلازم تكون درجة الحرارة صحيحة لحتى تحصلوا على الخبز المنفوخ والطري. بتضلوا هيك بتقلبوه وقت بينتفخ، كمان بتضلوا بتقلبوه لحتى البخار يخليه يستوي من جوا، ومن جوا يصير تمام معكم. شايفين بهذا الشكل. وطبعا اول كم تقليبه بتكون بحذر، لانه بيكون الخبز لساته يعني شبه نايم مشان ما ينشق معكم، لانه بس انشق او صار فيه ثقب كمان ما راح ينتفخ معكم. بتضلوا هيك بتقلبوا. اذا كان عندكم خبازه كهربائيه كمان بيعطيكم نتيجه كتير رائعه وبسهوله،
وببساطة وبدون ما تتعذبوا أبدا. بس كمان بالمقلاية مثل ما انكم شايفين تاخدوا نتيجة كتير ممتازة. المهم المقلاية ما تكون لاصقة ودرجة الحرارة صحيحة، ونقلبه كل 6-7 ثواني على طرف لحتى يبلش ينتفخ معكم. وهلأ نصيحة كمان كتير مهمة وممكن تصير مع كتير ناس. إذا أنا مثلا عم بقلب صار عندي ثقوب أو صار عندي يعني هيك تشقق صغير، إيش بعمل أنا وما انتفخ؟ بحاول أنا أساعده، بضغط عليه بفوطة نظيفة وبحاول أسكر الثقوب لحتى يبلش ينتفخ معي. شايفين؟ إذا أنا سكرت الثقوب بينتفخ إن شاء الله. فحاولوا انتوا سكروا الثقوب وضغطوا عليه وساعدوه. شوفوا لما انا ساعدته هون مثلا ما انتفخ معي. ممكن على فكرة اوقات بدون سبب يجي هيك رغيف ما ينتفخ، هيك عادي بتحدث يعني بتصير، فانتوا بتساعدوه. شوفوا انا هون كان في عندي شق بسيط فحاولت اضغط عليه فانتفخ بكل سهولة. شايفين؟ واضغطوا بقوة، انتوا ساعدوا حتى لو ما في تشقق وما نفخ معكم. انتوا بعد هيك كم تقليبة لقيتوه ما انتفخ، بعد 3-4 تقليبات انتوا ساعدوا، اضغطوا عليه بقوة بفوطة نظيفة وإن شاء الله بينتفخ معكم بكل سهولة. وهلأ النصيحة هو إني أنا الخبز لما أكون عم بخبزه وهو سخن ما بحطه فوق بعضه لحتى ما يعجن عندي. بحاول هيك أحطه على منشفة نظيفة جنب بعضه وبغطيه لبين ما شوي يهدى، وبعدين ما في مشكلة بصير إذا حطيته فوق بعضه وطبقته. هلأ لحفظ الخبز لازم إذا بدي إياه يضل طري وأرجع أطلعه من الفريزر يرجع كأنه هو فريش، لازم أفرزه هو دافي. ما تستنوا ليبرد أبدا، هو دافي بتحطوه بكيس نايلون محكم الإغلاق وبتحطوه بالفريزر. إمتى ما حبيتوا بتطالعوه، ممكن تسخنوه بالميكرويف، ممكن تتركوه يفك عنه التلج لوحده بيرجع تازة كأنه هلأ عملتوه، بيرجع طري وكتير رائع. أبدا تازة كأنه هلأ عملتوه. بس إذا تركتوه يبرد لا رح يصير قاسي معكم. وما يفضل أبدا إنه أنا أحفظه بالبراد، لازم أحفظه بالفريزر وهو دافي لحتى يضل محافظ على نتيجته الرائعة. وهيك إن شاء الله بنكون حكينا عن أهم النصائح والأسرار لحتى تحصلوا على خبز عربي خالي من الجلوتين ناجح 100% من أول مرة إن شاء الله. فبتمنى من كل قلبي إنكم تعملوا لي لايك لهذا الفيديو وتكتبوا لي تعليقات وتحاولوا تنشروا الفيديو لأكبر عدد من الناس وتخلوا الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس لحتى ناس كتير تستفيد منه. وإذا حبيتوا هذا الفيديو حابين تشوفوا فيديوهات تانية خالية من الجلوتين ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتعملوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس على الجميع. شكرا لكم وشكرا لمتابعة الفيديو.